رجعت لكم تاني فيديو جديد للشيخ محمد حسين يعقوب، لكن الفيديو المرة دي مختلف تماما عن أي فيديو عدى، وأسيبك مع الفيديو ونكمل مع بعض. هما شيئان قضيتان: رزق ربك خير أفضل وأبقى أدوم. فهذا الذي في الدنيا كله صور وليس أصولا. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. فالذي تراه في الدنيا من فاكهة أو أي متاع أيا كان، حتى نساء البشر، كل هذه صور. أما الحقائق بحقائقها فهناك في الجنة، وليس في الدنيا شيء منها. إن هذه الدنيا صور فلا يلتفت العبد إليها وينتظر ما هناك. قال الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سبحان الله. لو تأملت أخي في الله نعيم الجنة. يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وتصحوا فلا تمرضوا، وتعيشوا فلا تموتوا، وأحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. يا لها من غنيمة أن تكون في الجنة. ليس في الدنيا شيء يقاس إلى ذلك أبدا أبدا. فما في الدنيا أبدا لذة إلا ويشوبها الكدر، ولا نعمة إلا ويشوبها التنغيص. نعم، إنما الحياة الحقيقية والنعيم الحقيقي هناك في الجنة، وهذا هو الذي يسهل عليك الزهد في الدنيا. ما لي وللدنيا. الثالثة: أن يعلم أن زهده في الدنيا لن يمنعه شيئا كتب له. إنني حين أركل الدنيا بقدمي وأعطيها ظهري ولا ألتفت إليها بفكري ولا بقلبي، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وكل ما كتبه لك ستراه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا. حين يزهد الإنسان فيها لا يلتفت إليها، لا يحبها، لا يتشوف إليها، لا يحب ترفها، ولا يبحث عنه، ولا يطاوع النفس فيه، ولا يتابعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره كثيرا من الإرفاه، الرفاهية والترف كان يكرهها، كان يتركها. لماذا؟ لأن الدنيا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: سجن المؤمن وجنة الكافر. والسجن له ظروفه، له ملبسه، له أحكامه، له مواعيده، له ضوابطه. الدنيا سجن، فلا يعيش فيها المؤمن كأنها آخرته، إنما ينتظر آخرته هناك. النوع الثاني من أنواع الزهد المطلوبة: الزهد في النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالزهد في المال والزهد في النفس. أن تزهد في نفسك فتقدمها قربانا لله عز وجل، فيتقبلها منك، فتعيش بلا نفس أمارة بالسوء، وإنما بقلب مطمئن بذكر الله.
أسأل الله أن يرزقنا ذلك، وأن يرزقنا الزهد على حقيقته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون. نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لاخر الفيديو. اشترك في القناه عشان تسمع اي فيديو ينزل جديد، وما تنساش تذكر ربنا سبحانه وتعالى في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.